ما بعرف احكي مثل السياسيين واعمل خطب رنانة. انا والسيد الرئيس بدنا الحقيقة قبلكم. إنزال القصاص بالمتسببين بما هم عليه وفيه. الزنديق نصير جيلاني. بس إن شاء الله فرات يفعسك ولا صوروك وفضحوك وبدك تقود بلد. انت شو سميت شواهد ومشهورات عمل شبكات. اساسا اذا خبرتك انت حتقلي ما تضلي ولا دقيقه. تحسسني اني ولا شيء، بس اللي ما عم تصدقه انك انت فوق الطبيعي. يا الله لا يوفقهم، الله يعمي عيونهم. معقول اغتالوهم مشان الاسلاميين اللي حكينا عنهم من فتره؟ القائد الراحل يورث الحكم، والأم الأولى تعاهد أبنائها على المحافظة على الورث. بتبتسم أيها الجنرال يثير الجدل. أثارت الحلقة السادسة من مسلسل ابتسم أيها الجنرال الجدل بين السوريين، وذلك بعدما اعتبرها الكثيرون بأنها سلطت الضوء على خطة توريث الحكم لبشار الأسد في سوريا بعد تعديل الدستور على مقاسه. وكشفت الحلقة السادسة من المسلسل الطريقة التي وصل بها فرات إلى سدة الحكم بعد وفاة والدها الرئيس في الجمهورية التي من المفترض أن دستورها يمنع التوريث. وأظهرت الحلقة طلب زوجة الرئيس القائد من أولادها فرات وعاصي وسامية أن يتعاهدوا على البقاء يدا واحدة مع وفاة والدهم للحفاظ على حكم العائلة للجمهورية والورث الذي تركه. وتطلب من أولادها تنفيذ خطة عسكرية ضد ضباط معارضين لتوريث الحكم في الدولة، وتعطيهم قائمة بأسماء الضباط الموثوقين والذين لا يمكن الوثوق بهم. هزة الراس ما بتكفي، بدي اسمع. رح نضل ايد وحده لانه من بطن واحد. ردوا وراي. وتنجح الخطة بعد تمكن فرات من قتل الضابط الكبير أصلان الذي عارض ورثته الحكم، وطلق بالرأس أمام كبار الضباط دعم من شخصية عسكرية أخرى تحمل اسم نامقة، في دلالات وتلميحات إلى شخصيات أخرى. لازم ينفذها عاصي، لازم انت اللي تدخل الرعب لقلوبهم كلهم. الصديق قبل العدو. ويعرض مسلسل ابتسم أيها الجنرال على شاشات تلفزيون العرب وتلفزيون سوريا، وهو من كتابة سامر رضوان وإخراج عروة محمد. بطولة كوكبة من الممثلين المعارضين للأسد مثل مكسيم خليل وزوجته سوسن أرشيد وعبد الحكيم بطيفان ومازن الناطور وعز البحرة. وأثار المسلسل الكثير من الجدل بسبب تشابه قصته لحياة آل الأسد في حكم سوريا، بينما انتقده الكثيرون معتبرين أنه خيب آمال توقعاتهم، بينما ينظر إليه آخرون على أنه يعتبر إنجاز كونه أول مسلسل بعيد عن رقابة المخابرات السورية.